السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. ايه رأيكم بقى النهارده نخلل السردين مع بعض بأبسط وأسهل طريقة، وإن شاء الله بعد أيام هتفتحي عليه وتاكليه كده وتلاقيه زي الزبدة معاكي. وشايفين شكله عامل كده زي الدهب، يعني شكله ولون وطعم وريحة ما شاء الله عليه. إن شاء الله هتعمليه وعمرك ما هتشتريه تاني من بره. عايزة أقول لكم إن تخليله في البيت سهل جدا ومش محتاج معاكي أي وقت ولا مجهود، في ثواني هتكوني عاملاه. بس في تركات بسيطة كده لو عملتيها ان شاء الله تطلع معاكي احلى سردين. واللحم بتاعه احمر زي ما انتم شايفين كده، لونه ما شاء الله وردي كده ويعني تحفة بجد. يلا بينا بقى نسمي بالله ونشوف عملناه ازاي. بس لو انت لسه مشتركتيش في القناة ياريت تشتركي ولايك وشير لو عجبكم الفيديو بتاعي النهارده. نسمي بالله كده. انا جبت السردين بتاعي ده كيلو من السردين. انا مسكته غسلته كويس تحت الحنفية كذا مرة كده لغاية اما نضفته كويس. وبعد كده اهم حاجة في المرحلة دي ان انت بقى تنشفيه كويس من المية اللي فيه، يعني تصفيه كده في مصفى وبعدين تحطيه على فوطة نضيفة يتصفى خالص وينشف معاكي من اي مية فيه، عشان دي خطوة مهمة جدا ما يبوظش معاكي السردين. اهو شايفين انا خلاص بعد ما صفيته وحطيته كده على الفوطة بتاعتي برضو بنشفه معاكم بالشكل ده. بس هو كان خلاص يعني ناشف ومفهوش اي حاجة خالص من المية. اهم حاجة دي خطوة مهمة جدا. بعد كده اهوت برضو قلبت الفوطة كده على الحتة الناشفة اللي فيها، وبرضو بحاول ان انا انشفه من اي مية فيه. بس كده. بعد كده بقى هنجيب بقى الملح والشطة بتاعتنا. هجيب بقى حاجة كده ونحط فيها يعني حوالي نص كوباية من الملح على الكيلو السردين. يعني نص كيس من الاكياس الصغيرة دي بتاعة الملح، وهحط كمان معلقة ونص كده من الشطة اللي حابب ان هو يبقى سبايسي معاه ويبقى حراق شوية. لو حابة يعني مش حراق اوي حطي بس نص معلقة من الشطة. وهحط هنا معلقة ونص من الكركم. هنقلب بقى كله مع بعضه بالشكل ده. ده التمليحة بتاعت السردين بتاعتنا. بس كده. هنجيب بقى طبق غويط وهنملح فيه السردين اهو بالشكل ده. هنحط بس معلقتين كده من الملح، ونجيب حبة بحبة كده من السردين ونحاول ان احنا نلزق فيهم الملح كويس عليهم، بحيث ان هو يتغطى كويس او كل واحدة كده تتغطى من الملح ده اهو بالشكل ده. وبايدك برضو قلبيه كويس كده. وهنجيب بقى برطمان، اي برطمان عندك كده يكون نضيف كده وانت معقماه كويس كده، يعني ما يكونش فيه برضو مية او اي حاجة، ويكون نضيف وناشف معاكي اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنقلب كويس السردين بتاعنا لغاية اما كل واحدة منها يعني تتملح كويس. زي ما انتوا شايفين كده. هجيب البرطمان ده او اي برطمان متوفر عندك، او ما عندكيش واحد كبير كده ممكن تحطي فيه اتنين برطمانيين او برطمان ازاز المتوفر عندك، او ممكن تحطي في كيس عادي وتربطيه عادي. الكيس بتاعك تربطيه كويس. شايفين انا كل ما ملح حبة كده بحطهم في البرطمان بتاعي عادي بطريقة عشوائية. حابة انك ترصيه يعني براحتك خالص، مش هتفرق معانا في التمليحة بتاعته اهو. بعمل شوية بشوية كده زي ما انتوا شايفين، وهحطه في البرطمان بتاعي. هخلص بقى الكمية كلها، وبعد كده هنشوف بقى هنعمل فيه تعال نتكلم بتاعته بقى عن مدة التسوية اللي هنقعده فيها. انا مثلا عملته يوم الحد وفتحت عليه يوم الاثنين اللي بعده، يعني قعد معايا 7 ايام بالظبط. وفتحت عليه كان بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. هيتملح معاك ويبقى مظبوط ويبقى زي الزبدة لما تطلعيه. بس اهم حاجة تحطيه في مكان كده يكون يكون ضلمة. ما يكونش يعني على الرخامة، لا يعني حطيه في مكان يكون كويس كده بعيد عن اي حاجة. وتسيبيه بقى براحته كده. بعد 7 ايام هتطلعيه هيكون معاكي زي ما هتشوفيه دلوقتي كده، وزي ما شفتوا في الفيديو في الاول. بس انا خلصت الكمية بتاعتي اهو زي ما انتوا شايفين. حطيته كده كله في البرطمان. وبعد كده اهم حاجة ان انت تغطي عليه كويس. والملح اللي اتفضل ده هحطيه برضو ما ترموش، حطيه على الوش كده. وهنحط عليه كده نص كوباية من الزيت بالشكل ده. حاولي بس ان انت تخلي الزيت كده ينزل لغاية تحت. وبعد كده اهم حاجة ان انت تغطي عليه كويس عشان خاطر ما ياخدش اي تهوية، وما ياخدش اي يعني هوا من بره كده، يكون محكم الغلق كويس بالشكل ده. شايفين انا بحاول ان انا ادخل الزيت كده في كل حتة في قلب البرطمان كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هغطي عليه. بيبقى بالشكل ده. اهم حاجة بقى وانت في ال7 ايام او في ال8 ايام بعد ما هتفتحي عليه، في كل يوم كده تحركيه بالشكل ده.
يعني هيبقى على الوش، مرة على الضهر، مرة على الجنب بتاعه زي ما انتوا شايفين كده، عشان يتخلل معاكي بسرعة وما ياخدش معاكي وقت طويل. اهو، شايفين كل يوم تحركيه بالشكل ده. خلاص بعد ما استوى معايا وبقى تمام بالشكل ده، شايفين شكله تحفة ازاي؟ هفتح عليه معاكم اهو ونشوف شكله من جوه. زي ما قلت لكم كده، انا كنت مخليلاه يوم الاحد وفتحت عليه يوم الاثنين في الاسبوع اللي بعده. اهو، هجيب طبق بقى كده ونفضيه مع بعض. شايفين تحفة ازاي؟ وكده مستوي زي الزبدة، مش ناشف. ساعات من بره بنشتريه كده بيكون ناشف ومحجر معاكي، لا بجد تحفة، والريحة بتاعته حلوة قوي. بس عايزة اقولك في تركاية كده انا ما كانتش متوفرة عندي، هي ورق لورا. حطيه عندك مع التمليحة، تسحب اي ريحة زفارة من السردين بتاعك. يعني دي كانت حاجة برضو ما كانتش متوفرة عندي، بس تحطيها لو عندك ورق اللورا ده حلو قوي، لو في اي زفارة في السمك بتروح على طول. هي بتشد. شايفين اللون بتاعه حلو ازاي؟ تعالوا بقى، انتي هتشيل الراس كده، هتشيل معاكي البطن وتشيل معاكي اي حاجة كده مش بتتاكل يعني بتترمي. وهنشيل السلسلة بتاعته كده. شايفين شكله تحفة ازاي؟ مستوي ما شاء الله، اللحم بتاعه وردي، لونه وردي كده وتحفة. ايه رأيكم؟ ومش مملح، يعني التمليحة بتاعته مش حادقة، لا مظبوطة بالظبط. تحفة بجد. عايزة بس شوية عيش كده معاهم، شوية جرجير، ويعني عيشي حياتك بقى تحفة. شايفين اللحم بتاعه تحفة ازاي؟ يعني حاجة كده ما شاء الله، ان شاء الله اعمليه وعلى ضمانتي يطلع معاكي ممتاز. الطريقة بقى اللي انت ممكن تحفظيه بيها، ممكن تسيبيه زي ما هو في البرطمان كده في الزيت بتاعه والمية بتاعته، وتحطيه في التلاجة وتسحبي منه. او في طريقة تانية ان انت تنضفيه وتحطيه عندك في، يعني مثلا في حاجة كده محكمة الغلق، او يعني بتتقفل كويس، وتنضفيه بالشكل ده، وتحط عليه ليمون وتحط عليه زيت، وتسيبيه عندك بقى برضو في التلاجة، تسحبي منه براحتك خالص. يعني الطريقة دي تمشي، والطريقة دي برضو حلوة جدا. اهو زي ما انتوا شايفين كده، شايفين اللحم بتاعه تحفة. ان شاء الله تجربوا بالطريقة دي ويعجبكم جدا. يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة. ما تنسوش بقى تحطوا عليه لايكات حلوة كتير لو عجبكم. بجد محتاجة دعمكم اليومين دولت، عشان بجد يعني القناة انتوا مش بتتفاعلوا معايا خالص على الفيديوهات. فعشان كده الفيديوهات والقناة نايمة معايا خالص، فانا محتاجة بجد دعمكم معايا. يا رب كده يكون عجبكم الفيديو بتاعي. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة لو انتوا لسه مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل الفيديو يوصلكم اشعار بيه. بس كده، بعد ما نضفت السردين بتاعي هنحط عليه بقى شوية ليمون كده. وكلي بقى بالهنا والشفا مع شرايح من البصل، وبالهنا والشفا يعني ان شاء الله هيعجبكم. واشوفكم تاني على خير في فيديو تاني جديد. وبتمنى كده متنسوش بقى تحطوا عليه اللايك لو انت وصلت لغاية النقطة دي من الفيديو، وتشيريه مع اصحابك، عشان بجد الشير يعني بيرفع معايا الفيديو، وبيخليه ناس تانية تشوف. تعالوا قبل كده ما نختم الفيديو بقى، نشوف حتة كده في قلب العيش بقى، لو انت بتاكلي بالعيش زي ما انت حابة بقى تاكليه بايه. شايفين شكله عامل ازاي؟ تحطي بقى عليه الليمون، وما شاء الله كده طعمه تحفة. ان شاء الله تجربوه بالهنا والشفا على قلبكم، يا رب يعجبكم. اهو، ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ ان شاء الله يعجبكم. اشوفكم تاني على خير في فيديو تاني جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.